النهارده صحيت الصبح قررت بقى ان انا اكتب لكم فطار غدا عشاء تفاصيل الدايت بحذافيره كلها، وافتكر كده واركز كنت باكل ايه خلال الشهور اللي فاتوا. يلا بينا نبتدي بالفطار وهو اهم حاجه. الفطار احلى بجد، احلى حاجه. اقول لكم على حاجه، انا كنت بفطر البسكوتين دول. اوكي، بقالي مثلا حوالي 16 17 سنه بعمل اكتر حاجه غلط في الدنيا ان انا بفطر على حاجه مسكره. دي اول حاجه كانت بتخني جدا، بتعلي السكر في الدم، بتجوعني طول النهار، فكنت ببتدي يومي غلط، فبالتالي طول النهار جسمي بيحوش فيه دهون. نبتدي بالفطار الصح وهو ده اللي هيمشي معانا بقية اليوم فلة شمعة منورة. الفطار هنختار ما بين 3 وجبات، في وجبات كتيرة تانية بس اخترت لكم اسهل واحلى 3 وجبات واكتر 3 وجبات مشبعين. الفطار 2 بيضة مسلوقة، او نعملهم اومليت بزبدة قليلة جدا جدا جدا، او بزيت زيتون قليل قوي قوي قوي. معاهم خيار وجرجير، خيارتين وشوية جرجير حلوين كده. اذا بتحبوا الجرجير، ما بتحبوش خليه بقدونس. مهم جدا ندخل خيار، طماطم، خضار، خضرة في ال3 وجبات اذا قدرنا، او في وجبتين على الاقل. معاهم ايه؟ معاهم ربع رغيف بلدي او واحدة توست. اوكي، يا ربع رغيف بلدي يا واحدة توست، والتوست يبقى براون، نو واي نو واي يبقى عيش ابيض ابدا، لكن هناخد البراون توست. اوكي، او ربع رغيف عيش بلدي، وده اللي انا بحبه اكتر بصراحة. قطعة جبنة قريش، دي كده اول وجبة، قطعة جبنة قريش. بعد كده الوجبة اللي بعدها ممكن نختار بقى، نختار مش بنقول نختار. او بانكيك الشوفان، نعمل عدد 2 قطعة بانكيك شوفان بدقيق الشوفان، معاهم معلقة عسل صغنطوطة قوي، معاهم 2 بيضة مسلوقة مش مقلية، 2 بيضة مسلوقة، وخيار وطماطم وجرجير وبقدونس، شوية خضرة حلوين. اوكي، او ناخد 4 5 معالق من الفول ونسلق بيضة ونعمل فول بالبيض. حلو الكلام، فول بالبيض معاهم ربع رغيف واي نوع خضار، اللي هي اي نوع خضره برضو، خيار، جزر، فلفل الوان، اي خضره، دخلوا الياف وخضره الصبح وفي الغداء. ندخل على الغداء. الغدا كنت باكل من اكل البيت، فكنت على حسب، مثلا في ايام مثلا طبخه النهارده فاصوليا ورز وسلطه، بس انا كنت باكل كده، باخد طبق فاصوليا محترم كده، اكتر شويه من العادي بتاعي، احط فيه مثلا لو حاطه لحمه فبحط لنفسي حتتين لحمه، وباخد 4 معالق من الرز، وباخد طبق سلطه محترم كبير. اوكي، بعد كده ممكن يوم تاني اكون عامله لنفسي حاجه شويه انا بحبها، وللكل شوربه الخضار. بحب شوربه الخضار جدا، واحنا في الشتاء شوربه الخضار خطيره، اكبر طبق بقدر عليه. وباخد البروتين بتاعي مسلوق سواء لحمه او فراخ، مع شويه فريك مثلا حلوين، حبه فريك متفلفلين، ده لذيذ قوي. الفريك كان معايا في الغدا ممتاز، عشان كنت بحاول ان انا ابعد عن الرز والمكرونه وما نحطش بطاطس في شوربه الخضار. الفريك مع الفراخ المشويه ده اوبشن، ومعاهم سلطه طبعا، لحمه مشويه او فراخ مشويه مع سوتيه وشويه سلطه وحبه شوربه، ايا كان نوع الشوربه، هي اي شوربه بقى، كوسه، شوربه خضار، شوربه عدس، اي نوع شوربه، ده اوبشنز. بطاطس مسلوقه مع صدور فراخ مشويه وسلطه ومعاها جرجير وبقدونس كتير. اهم حاجه ان السلطه بتاعتنا في الغدا يكون فيها ليمون، خل تفاح يا ريت، مستردة في الدريسنج، من الحاجات اللي بتعلي الحرق جدا. عندنا كمان الجرجير والبقدونس مهمين قوي، ونحط كرفس، ممكن نحط رمان، ممكن نقطع فراولة. كنت بحاول ان انا اغير في شكل السلطة على قد ما اقدر او طعمها. وخدوا بالكم من موضوع المستردة ده عشان مهم جدا، وبجد بتعلي الحرق وخطيرة وبتغير طعم السلطه تماما. وما تكتروش في زيت الزيتون، حطوا ليمون، حطوا خل تفاح، من الحاجات اللي بتعلي الحرق وبتظبط معانا قوي 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 هي السلطه المتبله المتحبشه بشويه حاجات طبيعيه. العشاء، العشاء على حسب كل واحد يقدر يعمل ايه بصراحه.
انا اوقات كنت بقدر على علبة الزبادي وخمس ست سبع فراولايات مثلا. كان وقت ما ابتديت خالص مانجا كنت ممكن اخد مانجاية واخد معاها علبة زبادي يوناني. بيشبع اكتر، بيشبع اكتر. لو حد جعان قوي 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 يقدر ياكل فول من غير عيش طبعا. يقدر ياكل تونة وسلطة، يعني يعمل سلطة تونة محترمة وياكلها. يقدر ياكل اي نوع بروتين زي البيض، زي الفول، زي ما قلنا. يقدر ياكل فراخ، يقدر ياكل اي بروتين يشبعه عشان يقدر ينام مرتاح. البطاطس المسلوقة، البطاطا المسلوقة، الجبنة القريش، شوية جبنة قريش كده عليهم طماطمايه ورشة زعتر ورشة صغيرة قوي من زيت الزيتون. وخدوا بالكم جدا 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 من زيت الزيتون يا جماعة. زيت الزيتون زيه زي اي زيت، بيتخن ما بيخسسش. فاذا حطيناه هو بديل صحي، بس هو دهون برضو وبيتخن، ومن سعراتنا وسعراته عالية. فناخد بالنا من الحاجات دي. بعد الغدا لو في ناس متعوده ان هي تاخد بيبسي او تاخد مياه غازيه كوكاكولا، الحاجات دي ياخدوا المياه الفواره. في مياه فواره بالتوت بالليمون، في من غير طعم خالص، لذيذه جدا وبديل اصح كتير عن اللي بسكر وبكولا وبكده. بديل العيش الرايس كيك اهي. ممكن بالليل تاخدوا واحده من دي، ما كانش بيحصل لي حاجه وما كانتش بتبوظ الدايت. بس اذا جعانين قوي مع الجبنه القريش ممتازه في العشاء، ومفيش مشكله من واحده او اتنين. بس يعني مش عايزه اقول لكم اتنين، بس هي واحده كفايه وبتفرق جدا. عندنا كمان بتتباع بكذا طريقه، يعني بتتباع في اكياس زي دي، بس دي مملحه قوي بصراحه. في انواع تانية كتيره هتلاقوها ورخيصه، مش غاليه ابدا، يعني هي زي الفل كده بس مشبعه. والعيش ده ممتاز، العيش ده اسمه عيش ريف، حلو قوي 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 برضو. وتاخدوا منه واحدة كاملة الصبح، هايل. الواحدة تقريبا 80 كالوري او 85 كالوري، فممتاز بديل للعيش البلدي. تاخدوا واحدة كاملة، لطيف قوي، موجود في كل السوبر ماركتس ومشبع وعامل زي التورتيه كده. تقدروا تحطوا فيه حاجات كتير، تحطوا فيه البيض والخضار وتعملي ساندوتش كبير محترم يحسسك انك شبعتي. بديل الحلويات بالنسبة لي كان الفاكهة اكتر حاجة. كنت باكل فاكهة براحتي، ما كنتش بحس خالص ان انا عايزه اكل ثمره او اتنين او كده، زي ما انا كنت عايزه، وجسمي كان بيتقبل الفاكهه بشكل طبيعي. السكر الدايت بديله ايه؟ زي ما قلنا ممكن معلقه عسل، ممكن السكر الدايت ده او السليمر ده اهو. انا كنت بستخدم دول. وفي كمان السكر الدايت الستيفيا بتاع سالي فؤاد. منتجات سالي فؤاد ممتازه كالبدايل، اللي هي الكراكرز بتاعتها ممتازه. السكر الدايت بتاعها الناس بتقول عليه ممتاز، انا مجربتوش الحقيقه بس جالي عليه كومنتس كتيرة قوي انه بجد بجد خطير. عندي كمان نقطة مهمة جدا قبل ما نخلص الفيديو، وهي كوباية المية بالشيا سيدز. اذا نقدر نجيب شيا سيدز مع الليمون ما بين الوجبات او قبل الوجبات، ممتازة، بتنفش جدا في البطن، مفيدة، بتساعدنا ان احنا ناكل قليل، وبتعلي الحرق معانا كميه وليمون وشيا سيدز وكده. فالحاجات دي مينلي هي اللي انا كنت ماشيه عليها كلها، فطار غدا عشاء كده. قلت لكم كل الدايت، اختاروا بقى منه اللي انتوا عاوزينه وامشوا عليه واحده واحده، هتلاقوا الدنيا بسيطه ولذيذه جدا جدا جدا، ومفيش اسرع ولا اسهل من كده، وكله كله من اكل البيت. بس كده.